ومن الحب ما قتل، علاقة عاطفية بين رجلين وامرأة تنتهي بمقتل الرجلين. العلاقة العاطفية الثلاثية أو ما تسمى بالإنجليزي Love Triangle انتهت بمقتل رجل ومراهق. الحادثة حدثت في منطقة بيسايد في كوينز مساء يوم أمس السبت، عندما قام شخص يدعى فرانك ليو عمره 28 سنة بإطلاق النار على نيو ساكريا عمره 17 سنة وأرداه قتيلا، وبعد ذلك قام بالانتحار، وذلك بسبب علاقة عاطفية مع امرأة. هذه الامرأة لم تحدد هويتها، لكن هذه العلاقة الثلاثية أدت إلى قيام هذا الشخص بإطلاق النار على هذا المراهق، وأيضا الانتحار بعد هذه الجريمة. إذن كما يقولون ومن الحب ما قتل، إذن هذه العلاقة العاطفية سببت هذا الحقد والغضب عند هذا الرجل ليقتل هذا الشخص ويقتل نفسه بسبب امرأة.